فخ العمل مقابل أجر. أنت مبدع بجد ولا مجرد أداة في إيد الشركة؟ لو اشتغلت مع شركات أمريكية أو أوروبية أو حتى شركات مصرية كبيرة أكيد شفت جملة work for hire. الجملة دي مش وصف للشغل، دي قنبلة قانونية ممكن تنسف حقوقك بالكامل. طيب يعني إيه work for hire؟ ببساطة الشركة بتبقى المؤلف القانوني للشغل، يعني من أول لحظة كل الحقوق بتبقى ملك الشركة مش ملكك. ممكن كمان ينشروا الشغل باسمهم ومن غير ما يذكروا اسمك خالص. طب القانون المصري بيقول ايه؟ بيقول ان المبدع الاصلي يفضل صاحب الحق الادبي، لكن لو مضت على نقل ملكيه شامل الشركه تملك حق استغلال الشغل ماديا، وده ممكن يكون بوي الابد. كمان في اتفاقيه دوليه اسمها تريبس. الاتفاقيه دي بتسمح للشركات تمتلك الكود او الاختراع الناتج عن العمل. عشان كده المبرمجين بالذات لازم يقرأوا كل كلمه في العقد. طيب تحمي نفسك ازاي؟ أول بند، ملكية الشغل تنتقل بعد الدفع الكامل فقط. بدون الجملة دي العميل ممكن يملك شغلك حتى لو مدفعش. تاني بند، استثناء الأدوات الخاصة بيك، يعني المكتبات أو الأكواد اللي بتستخدمها دايما تفضل ملكك. العميل يقدر يستخدمها لكن ما يمتلكهاش. ثالث بند، حقك في ذكر اسمك، أو على الأقل حقك تعرض الشغل في بورتفوليو. معلومة مهمة في القانون المصري، أي تنازل عن الملكية الفكرية لازم يكون مكتوب ومحدد. التنازل العام عن كل شيء ممكن يتم الطعن فيه قانونيا. ولو المشروع نجح عالميا مش هتاخد نسبة من الأرباح إلا لو العقد فيه بند رويالتيز أو عمولة. عشان كده سعر نقل الملكية الكامل لازم يكون أعلى بكتير. نصيحة النهاردة، متفرطش في ملكية أفكارك بسهولة. كلمة work for hire ممكن تبيع بذرة مشروع كبير. لو المشروع واعد حاول تخليه لايسنس مش بيع كامل. المرة الجاية هنتكلم عن فخ أخطر NDA. قلنا في الكومنتات حصل معاك قبل كده إن شغلك اتناسب للشركة أو لمديرك؟ أو أنتوا على يوتيوب ما تنسوش السبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ولو على تيك توك فولو وريبوست، وعلى فيسبوك لايك وفولو.